إزاي تذاكر ألماني لوحدك ومن غير كورسات. هتحتاج 3 دفاتر أو 3 كشاكيل. الدفتر الأول هتخليه لنصوص القراءة والكلمات. طب والدفتر التاني هعمل بيه إيه؟ ده بقى يا سيدي دفتر المحادثات، وده عبارة عن كل الأسئلة التحدث اللي هتمر عليك في الألماني في المستوى بتاعك، هتبدأ تسجلها وتسجل كمان الإجابات بتاعتها. أما الدفتر التالت فده هيكون مخصص للجرامر. دي دويتشه جراماتيك، وطبعا أغلبنا بيصدع من جرامر الألماني. الكلمات ونصوص القراءة وأسئلة التحدث والجراماتيك أو الجرامر الألماني دي أغلب الحاجات اللي بتضايقنا كلنا في الألماني وفي أي لغة. وبكده هتكون بتذاكر الألماني بنظام ومش هتحتاج لكورسات، وتقدر ترجع لمعلوماتك بكل سهولة. تقدر تطبق الطريقة دي لو بتذاكر في البيت من أي كتاب، أو لو حابب كمان تذاكر من خلال كورسنا على اليوتيوب.